يا مساء الجمال على حبايب ابو العز الجمال، واهلا بيكم في حلقه جديده من دي مش كوره دي مزيكا. مشجعين الكره المصريين غراب وليهم طقوس غريبه وعجيبه في الفرجه على الكره الاوروبيه وماتشات دوري الابطال اوروبا بالاخص، او ما يعرف بالتشامبيونز ليج. ما تيجوا نشوف. كابتن يا حبيبي، انت كاشف صدرك كده ليه؟ اصلي عامل ليزر يا سيدي. بعدين يا عم هو حد شايفنا؟ ده برنامج راديو. يا كابتن قلنا لك 100 مرة برنامج راديو متصور ومتذاع. متصور؟ أول سؤال معانا من حفية على جسر أبو الدهب بتقول لك: مساء الخير يا كابتن عزيز، هم مش ناويين يلغوا بطولة الشامبوز ليج ويلموا رجالة بقى من على القهاوي؟ شامبوز؟ الله يعكنن عليك يا بعيد. بقول لك بطولة ومولعة، ليه عاوزة تطرطري على الولعة؟ ليه عاوزة تفسدي على الرجالة المتعة الوحيدة اللي بنستناها من السنة للسنة؟ وبعدين لو عايزة تعكنني على الرجالة، إيه ذنب بتوع القهاوي في الموضوع ده؟ أيوة صح، ليه عاوزة تطرطري عليهم؟ يا ابني انت، ما انا لسه قايل الإفيه، انت تقرا الاسئله بس. عامه اصحاب القهاوي في البطوله دي بتكسب اكتر من الاتحاد الدولي لكره القدم. اضرب حوالي 150 نفر في 5 جنيه كوبايه الشاي، ومش كوبايه واحده، ده هو مشترط عليك كوبايه في كل شوط. قسما بالله بيعمل ثروه. لو ايلون ماسك شم خبر بيها هيسيب اللي في ايده ويجي يفتح قهوه تسلا في فيصل. ده غير اللي الحياه مزهزهه معاهم وبيطلبوا سحلب. هو زي الاستاد كده متقسم درجات حوالين الملعب. المشروبات الغازيه درجه اولى، القهوه والنسكافيهات درجه الثانيه، والشاي واليانسون بتوع الدرجه الثالثه. امال لو طلبت زبادي مانجا وحجر تفاح هيعمل معايا ايه؟ لا ده ساعتها هيغني لك حبك مانجا وتفاح، ومش بعيد يديك الريموت ويخليك تختار المعلق اللي بتحبه وتعدل على التشكيل كمان. وبمناسبة الغنى، اسمع دي يا سيد الناس. حبيبي تسلم لي يا ابو الكباتن. مش انت طبعا يا بغل، انا بكلم المشاهد. يلا بينا نغني. دوري الابطال رجع يا ناس، سهرات المتعة والحماس، ماتشاتهم طحن مفيش إحساس، مفيش رحمة. اللي نخ يروح وبيداس برا، تطلع برا على طول. ما هو أغلى كاس يا بايرن مانشافت، يا باريس ici c'est Paris، يا ريال تعالى يا علي، عامل لقب بقى، يا ليفر يعني عليك، يا ميلان ايسي وانتر، يا نابولي يا سيتي هنهيز. احسنت يا كابتن والله. درش من المطريه بيقول لك مطريه لطيفه. شكرا يا كابتن يا محترم. بيقول لك انه بيحب لمة الصحاب وبيتفرجوا في البيت عنده، بس في دوري الابطال بيتفرج لوحده عشان بيحب يعني يعتزل ما يؤذيه. عنده حق طبعا. اصل الاستوديو التحليلي بتاع دوري الابطال معروف قبل الماتش وبعده، انما بيبقى فيه استوديو تحليلي على الضيق في البيت، ده اثناء الماتش وبيبقى اسمه استوديو تحليلي. يبقى اصحابك قاعدين حواليك مفخدين على الارض وبيحلوا بطبق الفاكهه والسحلب وهاتك يا هبد اوروبا. سؤال تاني. عادل من كفر صقر: يا كابتن انا كنت سارق وصلة قنوات الكوره وكان فريقي بيخسر، استحرمت وبقيت اشوف على النت بس بيقطع ويهنج ولسه فريقي بيخسر، هل ارجع اشغل الوصله وخلاص؟ موضوع خساره الشامبيونز ليج في استاد اوروبي ملوش علاقه بحد من كفر صقر خالص عشان تريح ضميرك، بس حرام بحرام خليك في الوصله، عشان المشكله بس اللي بيتفرج على النت ان الجون بيجي في الملعب الاول وبيسمع مصر كلها بتحتفل وبعدها بربع ساعه الجون بيجي عنده، فلو كابتن ماجد اللي بيجيب الجون هيكون جه اسرع من كده. كابتن انا مش قادر اصارح الناس بميول. انا شاكك فيك من الاول يا ضيع علوان انت. يا جدع لا مش انا، دي رساله قسما بالله. انت كل شويه تعملها فيا، وقعت قلبي، احنا مقفول علينا استوديو واحد. بيقول لك ميوله ان هو مدريدي وكل المصريين بيشجعوا ليفربول عشان صلاح، متخيل الوحده اللي حاسس بيها في دوري الابطال؟ عارف انا جو مهم في تل ابيب ده، تحس نفسك عميل سري وخايف تتقفش، ما تجرؤش لا انت ولا اي قهوه في مصر تشجع ضد صلاح، تبقى كاتم مشاعرك وخايف عينيك تفضحك ولا اللي بتكرش على جوز صاحبتها. ثروت من الدلنجات بيسالك يا كابتن وبيقول لك: ليه اختاروا الثلاث والاربع لماتشات دوري الابطال؟ تحياتي ليك يا ثروت انت وكل اهل الدلنجات، دلنجاوي دلنجاوي. اليوفا حبايبنا بيعملوا معانا الواجب، الدوري يتلعب سبت وحد، ففرقتك تلعب السبت تخسر يسيبوك حد واتنين تتعافى من الصدمه وتعمل استشفاء وترجع، فرقتك تلعب التلات فتخسر تاني، فكده هما بيوزعوا الصدمه على مدار الاسبوع خوفا عليك مش اكتر. ده ضغط المباريات ده بيخلي اكيد اللعيبه تفيص يا ابو الكباتن. امال
انت كل الفرق عندك بتبقى متهانه حرفيا. يعني ليفربول لما يلعب الريال يطلق عليهم لقب عيان بيلعب ميت. فعامة لو انت مش عيان ولا ميت يبقى مالكش حجه، ولازم تتفرج على الحلقه اللي فاتت بتاعه الحب الكروي الاعمى. ولو عندك سؤال غير اللي جولي سيبولي في الكومنتات وهرد عليك بنفسي. كل حلقه وانتوا كرويين، سلام.